بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم دائما بخير. كل عام وبورسعيد بلدنا الغالية والنادي المصري بخير. كل عام وبلدنا الغالية مصر دائما وأبدا يا رب بخير. حفظ الله مصر شعبا وأرضا وقيادة. عيد مبارك علينا جميعا إن شاء الله. معاكم النهاردة إن شاء الله حبينا إن احنا نقول لجمهور النادي المصري كل عام وأنت دائما يا رب بخير، ومنظومة النادي المصري أكملا بخير يا رب. طبعا ما بقالنا فترة ما طلعناش معاكم، ولا يعني بنتشرف طبعا بوجودنا ان احنا بنكون معاكم وبجميع مشاهدينا. يعني من وقت اخر مباراتين للنادي المصري، مباراة البنك الاهلي ومباراة حرس الحدود، ودول اهم مباراتين للنادي المصري في هذا الدوري في هذا العام. يعني انا شايف من وجهة نظري اهم لقاءين للنادي المصري لقاء البنك الاهلي ولقاء حرس الحدود. دول كانوا تحديد المصير للنادي المصري وتحديد مصير النادي المصري في المشاركة الأفريقية، ووجود النادي المصري مركز رابع وضمان المشاركة الأفريقية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم القادم إن شاء الله. طبعا يعني تحت قيادة مديرنا الفني ابن البلد الغالي اللي دايما تحتاجه في أي وقت تلاقيه، المدير الفني القدير البروفيسير الدكتور ميمي عبد الرازق. يعني أنا شايف من وجهة نظر أيضا أن صاحب هذا الإنجاز في تواجد النادي المصري في هذا الموسم في المربع الذهبي بكل امانه دكتور ميمي عبد الرازق، والله بجد. يعني قبل تولي دكتور ميمي عبد الرازق وفي قياده الجهاز الفني بالتحديد السابق كان كابتن انيس ابو جلبان، وفقدنا نقط كتير. يعني انا بتكلم على المستوى الشخصي، انا كنت فقدت الامل ان النادي المصري يعني يضمن وجوده في المربع الذهبي. كان عندك منافس صعب وقوي البنك الاهلي بنتائجه المميزه، وكان يعني متصدر قبل لقائك معاه. سابقك كان هو مركز رابع، المصري مركز خامس، وايضا سيراميكا ايضا كان ياتي برضه على المنافسه في المربع الذهبي. لكن تغيير في وقته مناسب طبعا بقياده رئيس سفينه النادي المصري اللي بنحب نقول له كل عام وانت دائما بخير، مستر كامل ابو علي. كل عام وانت دايما يا رب بخير، وباسرتك دايما بخير يا رب. ربنا يبارك لنا فيك، ودايما بصحه وفي احسن حال مستر كامل ابو علي. فكان تغيير مناسب في توقيت مناسب ان انت جبت الدكتور ميمي، ماهوش غريب على النادي المصري. يعني ربنا كافئ الدكتور ميمي بوجود النادي المصري في المربع الذهبي. انا شايف ان صاحب الفضل بعد ربنا ان انت تضمن وجودك في المربع الذهبي هو الدكتور ميمي عبد الرازق. وهنتكلم ايضا باستفاضه عن المباراتين اللي تولاهم الكابتن ميمي، وقلنا اهم مباراتين في الدوري اللي ضمنوا لك المشاركه الافريقيه، مباراه البنك ومباراه حرس الحدود. نتكلم عليهم ايضا باستفاضه يعني في فيديو قادم ان شاء الله، وتحليل كده كنا عاملينه للمباراتين. لكن يعني ما حصلش نصيب ان نكون موجودين في وقتها ان احنا نحلل المباراتين مع حضراتكم، لكن ان شاء الله انتظرونا في الفيديو القادم وتحليل يعني ان شاء الله مميز للمباراتين واهم مباريات القوه، وسبب ان النادي المصري قدر يتفوق على البنك الاهلي بعد عقده كده. يعني البنك الاهلي كان عامل عقده للنادي المصري، النادي المصري اخر ممكن 9 10 مباريات مش قادر يفوز على البنك الاهلي. فيعني ان انت تقدر تكسب البنك الاهلي المنافس ليك، دي بالنسبه لك دي يعتبر مكسب بطوله الوحيده انك تضمن مربع الذهبي. جمهور النادي المصري كنا نفسنا ان احنا نامل نخرج من الموسم ببطوله، لكن زي ما في ايجابيات واخفاقات في طبعا ايجابيات من الموسم. ان شاء الله يعني يكون الموسم القادم نستفاد اكتر. وزي ما سمعنا حديث مستر كامل ابو علي، يعني قال ان شاء الله يعني لو حتى في بعض السلبيات من هذا الموسم فاكيد هنستفاد، ويبقى في ايجابيات الموسم القادم باذن الله، والنادي المصري يظهر باحسن صوره وباحسن حال في الموسم القادم ان شاء الله. يعني انا وقفني نقطتين من حديث مستر كامل ابو علي الاخير. طبعا زي ما حضراتكم كلكم شفتوه وتابعتم حديث مستر كامل، واهم نقطتين بالنسبه لي في حديث مستر كامل. النقطه الاولى يعني يا ريت نخلص النيه جميعا، جمهور النادي المصري، اي حد بينتمي للنادي المصري، المسؤولين عن يعني المشروع، ان شاء الله كلنا ان شاء الله نخلص النيه ان شاء الله، والنادي المصري هيكون في مكانه افضل باذن الله، وبورسعيد دايما ان شاء الله تكون في مكانه افضل باذن الله. النقطة الثانية بقى والأهم يعني موجهة لبعض من جماهير النادي المصري، كفايانا تجريح وأهانة للمدربين اللي بتولوا قيادة النادي المصري أو لاعبين. أنت النهاردة بعض من جمهور النادي المصري عبر السوشيال ميديا وبالتحديد الفيسبوك في انتقادات كتير. انتقد براحتك في الملعب، النهارده قول للاعبين انت ما كنتش كويس، انتقد الأداء، لكن ما تنتقدش شخص. ما تحاولش ان انت كلمة منك ممكن تجرح شخص، او بمعنى ادق تقتل شخص. فالكلمة ممكن يعني تتسبب لشخص في جرح وتقتل شخص بكلمة منك واحدة، سواء لاعب او مدرب. يا ريت النقطة ديت نكون اتعلمنا منها.
جمهور النادي المصري العظيم اللي دائما خلف فريقه. ان شاء الله يعني باذن الله ربنا يكون عاين لنا حاجه افضل باذن الله الموسم القادم ان شاء الله، ونتوج ببطولات باذن الله تحت قياده رئيس سفينه النادي المصري مستر كامل ابو علي، الذي لا يبخل باي مجهود او ماديات على النادي المصري، وهو مشجع قبل ان يكون رئيس للنادي المصري. فان شاء الله ربنا يكرمنا مع مستر كامل. لكن النقطه اللي انا حابب ااكد عليها ومستر كامل قالها، ويعني محتاجين ان احنا نقف عندها كتير، ان احنا يعني نكون انتقادنا باحترام، ما نجرحش في اي مدرب، ما نجرحش في اي لاعب، ننتقد باحترام. في لو حابب ان انت تنتقد كوره ما فيش اي مشكله، انتقد كوره وانتقد ملعب، لكن بدون اهانه او تجريح لاي شخص. ويعني عشان حتى لا نطيل على حضراتكم برضو، كل عام وانتم دائما بخير، عيد اضحى مبارك عليكم جميعا ان شاء الله. وانتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله، وتحليل لمباراتين النادي المصري الاهم في الدوري هذا الموسم. انتظرونا ان شاء الله. وما اجمل الكلام، بالصلاة والسلام على سيد الانام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.